أطلس تايمز. السلام عليكم ورحمة الله. شهد إقليم أزيلال مساء أمس حالة استنفار قصوى بعدما توصلت السلطات المحلية نداء عاجلا يفيد بوجود مجموعة من المواطنين عالقين وسط الثلوج على مستوى تيزين عباد بجماعة أي التمليل. وقد جاءت هذه النداءات إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي غطت المنطقة بشكل كامل، ما أدى إلى محاصرة عدد من المسافرين وتعذر مواصلتهم مسارهم. وبمجرد توصل المصالح المختصة بالإشعار، باشرت السلطات الإقليمية تحركاً سريعاً وفعالاً، حيث تم تسخير آليات فك العزلة وشحنها نحو المنطقة المعنية في ظرف وجيز. وتمكنت فرق التدخل من الوصول إلى موقع العالقين وسط ظروف مناخية صعبة، قبل أن تنجح في إخراجهم ونقلهم إلى مناطق آمنة بعيداً عن الخطر. وقد خلف هذا التدخل السريع ارتياحاً كبيراً في نفوس المواطنين الذين ثمنوا يقظة مختلف المتدخلين واستجابتهم السريعة لنداء الاستغاثة. كما شكل وصول آليات الإنقاذ وسط البياض الكثيف مشهداً إنسانياً يعيد الدفء إلى القلوب ويبرز مدى جاهزية السلطات في التعامل مع مثل هذه الطوارئ. ورغم النجاح الذي حققته العملية، تواصل السلطات دعواتها إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة أن الطريق ما تزال تعرف تساقطات متفرقة، ما قد يعيد الوضع إلى التعقيد في أي لحظة. كما شددت على ضرورة احترام التعليمات الرسمية وتجنب السفر في مثل هذه الظروف إلا عند الضرورة القصوى. إنها مرة أخرى صورة مشرقة للتضامن وروح المسؤولية، وصوت يؤكد أن الإنقاذ لا يعرف تأجيل حين يتعلق الأمر بحياة المواطنين. إذا أعجبكم هذا النوع من التغطيات، اكتبوا رأيكم في التعليقات. هل يجب منع الحركة تماماً في هذه المناطق خلال موجات الثلوج؟ ولا تنسوا وضع إعجاب، لايك للفيديو ومشاركته ليصل إلى أكبر عدد من الناس. نلتقي في خبر جديد بإذن الله.